عاد موسى إلى مصر مع أخيه هارون، وبدأ يدعو فرعون إلى الإيمان بالله، ولكن فرعون رفض وتكبر، وظل يضطهد بني إسرائيل. أرسل الله على فرعون وقومه عدة آيات معجزات لتصديق موسى ولتكون إنذاراً لهم، مثل تحول العصا إلى ثعبان، ويده التي كانت تخرج بيضاء من غير سوء، والجراد والقمل والضفادع والدم. ولكن فرعون استمر في عناده. أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً من مصر، فتبعهم فرعون وجنوده. عندما وصلوا إلى البحر الأحمر، شق موسى البحر بعصاه بأمر من الله، فمر بنو إسرائيل بسلام. وعندما حاول فرعون وجنوده عبور البحر، انطبق عليهم وغرقوا جميعاً. نجا موسى وبنو إسرائيل وساروا في الصحراء، حيث أنزل الله عليهم المن والسلوى، وفجر لهم الماء من الصخر. ذهب موسى إلى جبل الطور ليكلم الله.